السلام عليكم، مرحبا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض صنف من أصناف المعمول، لكن بسيط جدا وسهل وبثلاث مكونات فقط. أنا معايا كيلو من الطحين، طبعا متعدد الاستخدامات، ومعايا نص كيلو من السمن الحيواني. هبتدي دلوقتي أنخل الطحين عشان أضمن إن هو يبقى خفيف معايا في الشغل، وفي نفس الوقت ما يكونش فيه أي رواسب أو تكتلات. تمام كده. هبتدي دلوقتي انزل عليه السمنة اللي موجودة، ممكن تكون سمنة سايحة بس مش سخنة، وكمان او بالشكل الطبيعي بتاع السمنة. هبتدي افرك السمنة بالطحين لغاية لما يتشربوا في بعض تماما، ويبقى الدقيق بتاعي شرب كل السمنة، يعني اوصل معاه لدرجة ان هو يبقى زي الكريمة. وده طبعا هيجي عن طريق الدعك، زي ما حضرتك شايفة كده بنبسه في بعضه على اساس ان انا اضمن ان كل حبة من الدقيق خلاص اتبلورت بالسمنة بتاعتي. زي ما حضرتك شايفة وصلنا للملمس الناعم الكريمي. العجين بقى مش واضح خالص من السمنة، بقى كله خليط واحد ناعم طري معايا. هبتدي دلوقتي افضي الخليط بتاعي دوت في بولة، وهغطيها بالاسترتش، وهدخلها التلاجة لمدة ساعة ترتاح معايا. تمام كده. ندخلها معانا البراد لمدة 60 دقيقة، يعني ساعة بالظبط. بعد مرور ال60 دقيقة هنلاحظ ان العجين بتاعنا او الخليط بتاعنا بقى متماسك. هنزله في بولة اكبر شوية، وهحاول ان انا احل العجين من بعضه. هرجعه تاني لحالته الطبيعية اللي هي حالة الكريمة، يعني هو دلوقتي متكتل بحيث ان يفقد اي تكتلات فيه، ويبقى كله ملمس ناعم كريمي. يعني دعك بسيط كده، طبعا ما فيش اي مواد سايلة دلوقتي، ويا دوبك بس نرجعه لحالته الاولانية بعد ما ارتاح. هبتدي دلوقتي العجين زي ما حضرتك شايفة ناعم جدا، ملمسه كريمي. هبتدي انزل عليه بعلبة حليب مكثف، وده معمول الحليب المكثف، يعني مفيش ابسط من كده ولا اسهل من كده مقادير. طبعا علبة الحليب المكثف دي الحجم الكبير اللي هي 379 جرام. وطبعا انا مكان علبة الحليب المكثف انا تنازلت عن الحليب البودرة، وتنازلت عن المية، وتنازلت عن السكر. فحطيت محليت محلهم على طول علبة الحليب المكثف. هنزل بمعلقة صغيرة من المحلب، وكمان 3 نقط كده او 3 قطرات من مركز ماء الورد. لو انتي ما بتحبوهوش يبقى خلاص الخطوة دي اختيارية، مش لازم تتبعيها. هحاول ادخل النسلة حليب النسلة والمحلب مع الدقيق والسمنة، يعني مجرد ان انا بقلب الخليط في بعضه، انا ما بعجنش، انا عايزة المكونات تتداخل في بعضها. وطبعا الخليط بتاعنا بارد لانه كان في التلاجة، فده هيساعدني ان هو ما يتخلطش او يتعجن معايا. زي ما حضرتك شايفة المواد بدأت تدخل في بعضها ويتكون عندي خلاص كتلة من العجين، هياخد شكله الطبيعي اللي يبقى سهل التشكيل زي ما حضرتك شايفة. وده من أطعم أنواع المعمول، سهل بسيط. العجينة بتاعته لينة زي ما حضرتك شايفة، قابلة للتشكيل، ناعمة، ما هياش فيها أي تشققات زي ما حضرتك شايفة. هبتدي دلوقتي ألم العجين على بعضه، بدخله في بعضه زي ما بنعمل بالظبط السابليه أو التارتات. بندخل العجين في بعضه وما بنعجنش. أنا طبعا معايا معلقتين من المعيارية. المعلقة الأولانية صغيرة والتانية كبيرة. الصغيرة أنا هستخدمها في الحشوة، يعني هعمل حشوة بحجمها، والكبيرة هستخدمها في العجين. يعني دلوقتي الحشوة بتاعتنا هتبقى نص كمية العجين دي، 7.5 جرام المعلقة الصغيرة، والمعلقة الكبيرة 15 جرام.
ده على اساس ان احنا نعمل الاحجام كلها تبقى متساوية، حجم واحد لما تدخل معايا الفرن تاخد تسوية واحدة. الحشوة تبقى واخدة راحتي كمية كبيرة جوه العجين، ما يبقاش كمية قليلة، وفي نفس الوقت تبقى الامور فيها انسجام. يعني الحشوة زي ما حضرتك شايفة متماسكة، وطبعا احنا عملنا بيها حلقة مخصوصة وان شاء الله تلاقيها في صندوق الوصف. لكن واخده بتاخد الوضع بتاع المعمول بتاعي. هبتدي احطه في الفورمه بتاعتي. اقدر ان انا عندي دلوقتي كذا فورمه هنستخدمها. هنستخدم الفورمه دي، وطبعا لما احط العجين فيها لازم اضغط بكلوة ايدي مش بصوابعي، لان الضغط بالصوابع هيعمل رسمه على المعمول من تحت، وفي التسويه النار مش هتوصل لها تمام. هنبتدي نعمل واحده كمان على اساس ان احنا نشوف الطريقة سهلة ويسرة. وطبعا الحشوة بتاعتي متماسكة، ما بتلزقش في ايديا، وبتاخد وما بتغلبنيش وانا بقفل عليها العجين لانها واخدة وضعها. هنبتدي نجيب شوية دقيق صغيرين هنحطهم على وش قطعة العجين بتاعتي، على اساس ان انا اضمن ان ما هتلزقش في الشكل اللي انا بعمله. وطبعا هساوي حواف في الشكل وهضغط ضغطة بسيطة وهطلع شكل تاني. ده منظر تاني للمعمول غير الشكل الاولاني. هنعمل شكل تالت وبرضو بنفس الطريقة هنحط شوية دقيق على وش العجين بتاعنا، وهنساوي حوافه وهنخبط عليه لغاية ما ننزله برفقة كده ويبقى الشكل اللي حضرتك شفتيه. دولت الثلاث اشكال اللي انا استخدمتهم، وكمان في شكل دائري من ضمنهم. يعني اي شكل انتي بتحبي او بتفضليه. هنستخدم تاني المكبس ده بثلاث اشكال. ده مكبس بلاستيك متوفر في كل الاماكن بيع المنتجات الحلواني، وبيطلع المنظر مرتب وجميل. بس لازم برضو ان انا ابخ عليها شوية دقيق عشان ما تلزقش، بالذات ان الشكل فيه رسومات كتيرة، فلذلك زي ما حضرتك شايفة لزق معايا. بس انا هطلعه برفق، ده عشان سبب ان في تشكيل كتير على سطح البسكوتة بتاعتي. زي ما انت شايفة بوكيه من الورد. هنعمل شكل تاني، شكل هندسي شوية، وبرضو هنحط برضو شوية دقيق فيه، وهنضغط على المعمول بتاعنا لغاية، بس مش هنضغط ضغطة جامدة زي ما حضرتك شايفة، لغاية ما يتبصم معايا وهطلعه. انا عايزة حضرتك تشوفي دلوقتي انا لو ضغطت على المكبس ضغطة جامدة ايه اللي هيحصل معايا. طبعا الاخطاء دي انا مش عايزاكي تقع فيها. زي ما حضرتك شايفة بدأت الحشوة بتاعتي تظهر من الخارج، لان طبعا الضغطة الجامدة هتضيع لي المنظر الاساسي وهتلزق في المكبس. زي ما حضرتك شايفة نفس الضغط نفس الشكل بس بضغطة اقل شوية. انا حبيت اسيب لك الاخطاء علشان تتفاديها وتتعلمي مني شيء صح. طبعا دي الحشوة بتاعتنا، حشوة الجوز وحشوة الفستق اللي احنا عملنا بيهم حلقة قبل كده. وطبعا انا عشان تسهيلا للعمل فانا شكلت كل القطع، وكمان شكلت العجين بتاعي زي ما اتعلمنا قبل كده بالمعالق المعيارية، وهبتدي اشتغل على طول. تقدري ان انت تخلصي كل الكمية بالشكل ده، وبعد كده في النهاية تشكلي. بس اهم حاجة ان انت تغطي العجين كويس عشان ما ينشفش معاكي. هنحط برضو شوية دقيق، وبرضو بكلوة ايدي انا هضغط على الشكل بتاعي مش بصوابعي، عشان في النهاية الشكل بتاعي يطلع مرتب وجميل. هنكرر نفس العملية سواء كان بالفستق او بالجوز عشان تشوفي ان النتيجة بتاعتنا، نتيجة الحشوة ونتيجة العجين بتاعنا او المعمول بتاعنا في التشكيل سهل جدا، وبيطلع الشكل مرتب ومنسق وجميل. ودي من ابسط واسهل انواع المعمول، معمول الطحين بالنسلة. زي ما حضرتك شايفة 3 مكونات فقط طلعوا لنا احلى معمول، طحين ونسلة وسمنة، مفيش اي افتكاسات زيادة. لكن النتيجة مبهرة رائعة، تستحق التجربة. عايزاكي تشوفي شكل المعمول، الرسمة بتاعتنا واضحة. عايزاكي تشوفي الظهر بتاعه كمان مفيش علامة صوابع، واخد تسوية مظبوطة، لون موحد. طبعا من مميزات المعمول ان لازم ما تزوديش عليه التسوية عشان الحشوة بتاعتنا ما تنشفش من الداخل.
لازم يكون لونه اللون الذهبي الفاتح. كل رسوماتنا واضحة زي ما دخلناها الفرن زي ما خرجناها. بتمنى تكون النهاردة حلقة اليوم عجبتكم، وياريت ما تنسونيش في صالح أعمالكم بالدعاء ليا والأم الغالية بالرحمة والمغفرة. أكون سعيدة جدا وممنونة، وأسيبكم في رعاية الله وحفظه.